طيب المغرب بتلعب جيم كبير جدا، بالإضافة لأن هي مسؤولة عن حماية المقدسات مع الأردن. لازم نديها خطاب، لازم نستدعيها للقيام بدور. وهفكركم بالكلام المهم اللي هفتحه وأعيد تنشيط ذاكرتكم بيه النهارده مع دكتور محمود محي الدين لما كلمنا عن دور المغرب الملتبس. المغرب شافت ثورات الربيع العربي جايبه الاسلاميين، راحت جايبه اسلاميين قالت لهم خشوا معايا في الديل، يلا امسكوا الحكومه على طول في الانجاز. لان الملك الشاب اللي هناك ما عندوش وقت، قال لك انا ادخل معاهم في صفقه مباشره وانا لسه هخلي الشارع يشتغل. مين اللي بيدفع الثمن في المغرب بالمناسبه؟ الشارع. انتوا عارفين ترتيب المغرب في الدول المصابه بالايدز رقم كام؟ اعملوا جوجل عليه ده النهارده. انتوا عارفين ان واحده من اهم اقتصاديات المغرب، انا اسفه، في هذا الشهر الكريم هي اقتصاديات الدعاره، بس هناك الحكومه اسلاميه. راجعوا الحاجات دي. طبعا ده لا يعبر عن موقف كل المغاربه يعني او كل ابناء المغرب، لانهم اعتقد هم يؤمنون بالدوله الوطنيه. لكن كمان لما تقول انت مصري وتعمل زوبعه، لا، لما حد يقول انت مصري عليك ان تقف صامتا وتقف محييا، وانك على الاقل يجب ان يصيبك نوع من الرهبه الشديده لذكر اسم مصر. مصر التي يعني عند الازمات يقولوا مصر هي الدوله الام، انقذينا انقذونا. لكن لما يبقى في حد يقول لك انت مصري وتستهين بهذه الكلمه في حفله، يقطع اي لسان يمكن ان يستهين حينما نقول انت مصري، فيطلع حد يستهين بهذا الشكل. تقطع هذه الألسنة، مفيش فيها نقاش، مفيش فيها وجهات نظر. المغرب بتشهد حالة من الاضطرابات الآن. عدد كبير من أفراد الشعب بيخرج في مظاهرات ضد الفساد وضد أوضاع سيئة في المغرب، ودي عملية تمهيدية لما يدور وما هو مستهدف. الحكومة المغربية أغلبها من تيار الإخوان الإرهابي. والمغرب دي يعني تلاقي مثلا 10 مغاربة فيهم 8 يهود. والديانة اليهودية بتبيح لليهودي في سبيل خدمة اليهودية بتاعتهم دي ومصالحها انه ينتحل اي ديانة تانية. يعني ممكن يسلم يدعي ويبان ايوه يبان مسلم ويتصرف في سبيل خدمة الهدف بتاعهم بتاع اليهود. انا مش عارف اخواني هون اللي كيقولوا ما كاين السحر، كاين سحر. ايه كاين سحر. لا، والله في ناس بيامنوا بالسحر. وانا بعرف يعني حولي في ناس بيامنوا بالسحر وبالسحره وباللي بيعرفوا بالغيب ومش عارف شو بالمنجمين. انتم بالمغرب على كل حال شائعه الامور كثير في المغرب اكثر من غير دول. موجود عندكم هذا الامر من السحر يعني. احنا ما بيقولوا عمل له عمل وعملت له عمل ومش عارف ايه. انت شاكك انه عملت لك عمل يعني؟ ما عرفتش انا تقدر واش بغات باش نولي نحبها. انا كنت نبغيها، ما كنت حتى حاجه ما خاصها. الحسد ولا السحر بيخوفك اكتر؟ الحسد والسحر ذكروا في القرآن وموجودين، والعلاج الوحيد ليهم انك تكوني قريبة من ربنا وتحافظي على صلاتك وقراياتك اللي بيخوفك والمعوذات. اكتر. بصي، طول ما انت مع ربنا مش هتخافي من الكلام ده، مش بتحطيوش قوي في دماغك، لانك اذا انت كنتي مريضة بيهم وعندك الهوس ده ان انت طول الوقت انا خايفة حد يعمل لي حاجة، انا خايفة انه حد يحسدني، هتبقي عايشة في مرار، لانه صعب جدا. انت مش عايشة في مرار ان في حد من الوسط الفني انت متأكدة ان هو ساحر لك، واللي حواليكي بيقولوا لك خدي بالك اكس من الناس بيسافر افريقيا والمغرب يسحر لك؟ كلام كان، بس دلوقتي انا بما اني الحمد لله في احسن حال، فانا يعني مش هحط الموضوع في دماغي يعني. بس في ناس بتعمل كده، وفي شر. رحتي فكيتي العمل؟